كانت الحيرة تقتلني، فقد انشغلت بإكمال الدواء الكيميائي وحقنه في عروقها. أما تفكيري فقد كان بكلماتها. أين أجد دواء لهذا الحب؟ أين يجب أن أحقنه؟ سارعت لسؤالي: أتحبين القراءة؟ ابتسمت مجيبة: نعم، وأجيد خط بعض الكلمات. إذن اكتبيني. ماذا؟ أخاف أن أنسى، فاكتبيني. اجعليني ذكرى مليئة بالحياة دون معرفة أحد من أنا. نحن خلقنا نساء، خلقنا لنعطي حياة. هذا ما أكده موسوليني حين قال: الحرب بالنسبة للرجال كالحمل بالنسبة للمرأة. لطالما كان إنتاج الحياة شأن المرأة، وإنتاج الموت شأن الرجال. اجعلي مني حياة، فأنا غير قادرة على إنتاج حياة تعيش على ذكري.